فيديو هدير عبد الرازق وأوتاكا الجديد. 3 سيناريوهات تواجهها في المحكمة بتهمة نشر فيديوهات مخلة فيديو هدير عبد الرازق وأوتاكا الجديد مؤشر البحث جوجل في مصر. وانتشر أمس فيديو إباحي جديد للبلوجر هدير تصل مدته 11 دقيقة أثناء فترة زواجهما وفي غرفة نومهما. ونفت هدير عبد الرازق أن تكون هي الفتاة المتواجدة في الفيديو مع أوتاكا، مؤكدة أن الفيديو منفذ بتقنية الذكاء الاصطناعي وليس حقيقيا، وأنها ستقاضي كل المنصات والمواقع التي تنسبه لها أو تشاركه متابعيها. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب فيديو إباحي هدير عبد الرازق، التي انتشر لها فيديو سابق لم تتعد مدته 1.5 دقيقة تقريبا، لكنها اعترفت حينها أنه يخصها وأنها كانت مع زوجها أيضا دون تحديد اسمه، وتم التصوير بناء على طلبه. بالتزامن مع انتشار الفيديو، تترقب البلوجر هدير عبد الرازق صدور حكم من محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في 9 سبتمبر المقبل بشأن استئنافها على الحكم السابق الصادر ضدها بالحبس سنة وغرامة 100,000 جنيه بتهمة نشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.